من المتطوعين الأطفال. حاجة جميلة إنه الأسرة المصرية زي ما فيها الأمهات والأبهات بيبقوا شغالين على العمل الخير، أما أربي ولدي الصغير على التطوع وعلى الطاعة وعلى طاعة الله وعلى إنه فعلا يساعد في تقديم الواجبات، يحس لما يكبر إنه هو فعلا من صغره قدم عمل وطني زي الدكتورة هويدا 20 سنة في نفس العمل. يعني إن هم سباقين من الأسرة السباقة بالعمل. اسمك إيه؟ يا يمنى، انت حاسه بفرحه كده وانت جايه تقدمي للناس وجبات وبتفطري صايم، لان اللي بيفطر صايم ده بيخش الجنه، لان الرسول قال ايه؟ الصيام عليه الصلاه والسلام. قال ايه؟ قال الصيام ايه؟ الصيام طبعا شيء جميل، لان انا بفطر صايم، يعني باخد اجري، الاجر الصايم ده عند الله عز وجل، وهو كمان بياخد اجره من الله عز وجل. ففاطر اللي بيفطر صايم ده كأن عمل شيء جميل يحسب عليه. واحنا بنشوف الاطفال النهارده، وده من خلال برنامجنا بنقول ان الاطفال بصمه، الاطفال امل، الاطفال حياه. انت جايبه وحوه وياكي وهي لابسه وحوه يا وحويه. كل سنه وانت طيبه. تحبي تقولي للدكتوره هويدا حاجه؟ على فكره هي ممثله وعامله. انت عملت اعمال تمثيل، عملت ايه؟ الموز، وان انا بساعد الفقير وكل حاجه. وباذن الله احنا مستنيين منك الاكتر والجديد، ومستنيين فعلا ان مش هي بس، كل اطفال مصر اما يبداوا في العمل الوطني اما يكبروا هيبقوا صحاب اعمال. وسعيده بحضرتك وسعيده ببنتك وسعيده النهارده ان انا متواجده في الفطار النهارده. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر سباقه بالخير. كل سنه وانت طيب.